يا صباح الحب، يا صباح الخير على كل متابعين ومشاهدين شاشة ذاكرة الفضائية. صبحكم الله بألف خير، كما عودناكم على فقراتنا ومواضيعنا الجميلة والممتعة. اليوم احنا موجودين في أحد محلات لبيع الحلويات. خليكم معنا نتعرف أكثر على البوكسات للحلويات الموجودة وصندوق الحلويات مال الهدايا الموجودة هنا. السلام عليكم أستاذ. السلام ورحمة الله، شلون شو أخبارك؟ حبيبي؟ أهلا وسهلا بكم. حدثنا عن نوع البوكسات والصناديق الهدايا الموجودة عندك هنا بالمحل. أنواع البوكسات والهدايا موجود عندنا هواية أنواع، هواية أشكال. نحاول بيها أنه نغطي رغبة الزبون، شنو اللي يريده، شنو اللي يعجبه، شنو اللي بباله. أنه من علبة رئاسية مثلا هيك ملكية مثل هاي العلبة، بالشوكولا، بالحلويات، بالفستقيات، بالبيتي فور، بكل الأصناف. صار عندك العلب مثلا من الملكية اللي هي علبة خشب صاج عليها السلام الجمهوري، وانت نازل الأصغر علبة. نهدف أنه العلبة ترضي الزبون، علبة الهدية، لأن انت مثل ما تعرف أنه هو ياخذها هدية، يكون علبة مرتبة يقتنع بيها. العالم تدور مظهر، تدور شكل أي قبل ما تدور المادة الداخلية. طبعا. صحيح هاي. طبعا، فلذلك احنا نعتني بالباكينج أكثر من غير شيء. يعني أنا أهم شيء عندي الباكينج، بالإضافة إلى أنه هي البضاعة درجة أولى، على مود لا تنظلم البضاعة. البضاعة درجة أولى نحط لها علبة درجة أولى، مثلا علبة دبلوماسية بكل تفاصيلها، بكل تفاصيلها علبة دبلوماسية. حلو. تنفتح هيجي طبيعية، يتفاجئ بها اللي مودي له هدية انه هي علبة دبلوماسية بداخلها حلويات او شوكولا. كانه موجود في قضيه معينه وفد اوراق عباره كسبيه. يتفاجئ بها انه هو عنصر المفاجأة حلو بالموضوع. يعني علبة دبلوماسية قلت لك وإيش ترتيب، يتفاجئ بالبضاعة اللي بيها. بالاضافة الى العلب الاصغر مثلا اللي تجي هيجي هي والقبض مالتها. اي هاي واضحة. احنا نهدف بذنيك شوية انه يصير هيجي عنصر مفاجأة مثل ما قلت لك. يعني نهدف للبقية مثلا سدني علب يصير بيها الشوكولا، يصير بيها الحلويات بكل اصنافها، بالبيتي فور، بالفستقيات. شنو هسه هاي الشيء على هاي الشوكولا، شنو بيها هسه؟ هاي بداخلها شوكولا بحشوات مختلفة بأشكال مختلفة. بالإضافة إلى مثلا الزبون يجي يشوف العلبة عجبته، الألوان يريد يغيرها، يغيرها موجودة، إنه يعبوا له غير علبة بغير أصناف بغير حشوات. عذر المقاطعه. هسه الزبون يجي يشوف العلبه هيك يقول لك انا اريد اقدر وزنها ايش قد، يمكن العلبه الخشب اكثر وزنها. وزنها راسا يبلغوا بيها يعني. أي موجودة، يعني السعر موجود والوزن موجود. راسا يبلغوا، يستفسر عن الوزن يقولوا له هالقد وزنها. تعرف انت اصنافها كلها مختلفة الأوزان يعني. هاي شنو هاي نوعيتها؟ هاي همينة شوكولا. لا العلبه شنو نوعيتها؟ العلبة هاي علبة بلاستيك بس شكل سيراميك. الصاج، اي سيراميك صاج. اي يصير هيك اشكالها. هاي نفس الحالة علبة خشبية. خشبيه. هاي هم علبة خشبية بالاضافة الى العلب القماش. والله كلهم مرغوبات لي. يعني هسه تشوف اني كلهم موفرهن. الزبون اللي يجون يعني كلها من مرغوبة بالنسبة للزبون. مثلا هاي العلبة اللي هي النافذة اللي يصير بيها مجار وترتيب، يعني في الشكل مرتب انه يمن ياخذها الزبون يصير هيجي مثل الهدية. كل علبة هذه شيء ينفتح بعدين. اي طبعا شريط ينفتح هيجي، هاي تنفتح تنسد، وراها يصير مثل الهدية. هذا مجر. بس هو بالسليفان هسه ثابت. اي لا هي طابقين بس السليفان مثبتها. هيك ترتيبها يصير هي. فقرة البوكيات يعني مكان ورد صار كاكاو وحلويات. شو لك دمجنا. دمجنا يعني انت هوايه شغلات. مثلا يجي يقول لك اريد ورد، بس الورد اللي تودي له هديه ورد، يقول لك الورد هو يومين ثلاثه ويذبل فما بي فائده. فاحنا سوينا، اجتنا الفكره انه ندمج الورد ويا الشوكولا، يصير بوكيه ورد مثل ما تشوفه فخامته بحجمه، ويا شوكولا باشكال متعدده مثل يعني العالم تفضل الحلويات اكثر من الورد هسه. اي لا هو اي يعني انه هسه الاقبال عليه انه يقول له جيب لي البوكيه هذا. يعني اي انا اريد ورد بس اريد نفس الوقت، يعني نفس الوقت انا اريد وياه شوكولا. هاي الحلويات افكار متعدده طبعا دمجنا بيها مال تخرج بالبوكيهات. هسه مثل ما شو هذا البوكيه مال تخرج. سوينا البوكيه مثلا مال حج. حلو. سوينا البوكيه مال رمضان. بوكيه عيد الحب.
نرجع لها هسه هاي هذا من السماء، هاي علبه الهدايا مال من السماء. يعني شوف انت تعرف انه السفر يكون ياخذ من السماء وياه ويسافر، فاحنا مجهزين هي هيش ترتيب. هذني اكثرهن اشكال انه دا يشوفهن ويجهز من عندهن، يختار اللي تعجبه. مثلا هاي علبه الحلويات، علبه قويه جدا مال سفر. خلينا نحاول على مثلا عندنا هذني الهدايا مال محرم، اللي مثلا ماخذ له مناسبه رايح معزوم ياخذ وياه صينيه مال محرم. هاي مال الحج اللي قلت لك عليها، مال حج. هيك سوالف يقول لك بدل ما اخذ عناء النقل اخذ هاي هديه مرتبه حلوه، فكرتها ما مطروقه. يعني هاي ماكو احنا هالسنه حتى الزغرفه، يعني الزغرفه مال الحيطان مال جوامع مال اي احنا هذه انه نجيب له اقرب شيء للموسم. يعني انا اجيب له، احنا شغلنا مواسم، موسم الحج تطلع به اشكال. طبعا هوايه كانت اكو اشكال، بس هسه اللي احنا مبقين بس العرض هاي، وذيك وحده ثانيه همينه. هذا الميز كله عباره عن موسم مال الحج ينقل، تصير من البوكيهات، من الاسواني، من العلب. عندنا همين العلب يوصي عليها الزبون. مثلا هاي المناسبات مال حديث الولاده، البيبي اللي يريد ياخذ له مثلا هيك شيء. مستقبل الهدايا بتطور مستمر، فاحنا كلها تشوف الهدايا. انت ما بالك انه تاخذ هديه هيك، بس لما تشوفها تقتنع بها، تقول هاي خب ارتب مما اخذ غير شيء. هذا اللي نهدف له احنا. فشوف مثلا سادني بوكيهات بها ورد اكثر، هذا صنف ثاني. اكو زبون يدور نزاكه، اكو زبون يدور هوايه شكل مبهر. بس مسوي الهياك كلهن احنا. هاي اللي نسميها احنا المخده، بداخلها خشب، طبعا كلها هاند ميد، تصير هيجي بداخلها خشب. داخلها اللي يحبه الزبون، مثلا تريد شوكولات، تريد حلويات، تريد نوقه، اي طبعا. وهاي يعني هو استعماله يعني منزليه، انه هو لما راح ياخذها يستفاد من عندها ورا الهديه. هاي شو الاقبال عليه؟ هاي هم عليها الاقبال قوي كهدايا يعني. يعني الكبار بالعمر ياخذوها. اي هاي شلون تقول تراثيه. احنا عندنا علب تراثيه وعندنا هدايا تراثيه. يعني احنا قلت لك دائما نبقي ريحتها القديمه، انه لازم تبقى بالتطور اللي بدنا نوصل له، نبقى بهذا التراث محافظين عليه. شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا. اهلا وسهلا. طبعا ان شاء الله استفدتوا واستمتعتوا بجولتنا، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.